بلادكم والبيوت بيوتكم والقلوب بضمكم والحشا لكم مقار. بلادكم والبيوت بيوتكم والقلوب بضمكم والحشا لكم مقار. حياكم الله في قطر، حياكم الله في قطر، في قطر. البلاد بلادكم والبيوت بيوتكم والقلوب بضمكم والحشا لكم مقار. البلاد بلادكم والبيوت بيوتكم والقلوب بضمكم والحشا لكم مقار. حياكم الله في قطر، حياكم الله في قطر، في قطر. حياكم الله. ونحن نستمع إلى هذه الأغنية لمونديال قطر 2022. معنا الآن في الاستوديو المطرب الفنان عايل، نرحب به، وأيضا نرحب بعازف الطبول اليمني ملاطف الحمادي. صباح الخير، أهلا بكم معنا في الجزيرة هذا الصباح. صباح النور، يا مرحبا أخوي خالد، أختي حنان، شكرا لاستضافتكم. صباح الخير وحياكم الله. طبعا حياكم. أغنية أيضا قدمتموها لزوار مونديال قطر 2022. حدثونا عن فكرة هذه الأغنية، كيف جاءت وما مدى تفاعل الجمهور معها اليوم؟ والله الفكرة طبعا فكرة شخصية، أنا يعني جاتني فكرة أني أقدم عمل لقطر يعني وضيوف المونديال، فما في أفضل أنك ترحب بضيوف البلد، يعني مثل ما يجيك ضيف البيت وترحب فيه بعبارات ترحيبية. حبيت اني اسوي الفكره هذه بعبارات ايضا ترحيبيه لضيوف المونديال. انا لحنتها وكتبتها وطلعت بالشكل هذا. طيب كيف وجدت تفاعل الناس؟ كيف وجدت تفاعل الجمهور مع هذه الاغنيه؟ جميل صراحه، يعني ردود افعال جميله جدا، يوميا تصلني ردود افعال والتفاعل جميل، حتى اثناء التصوير يعني كانوا الناس اللي موجودين في اللوكيشن وايد متفاعلين، المشاركين وغير المشاركين، فالحمد لله الاجواء كانت جدا جميله. طيب ملاطف، حدثنا عن الأجواء. كنا شاهدنا تفاعلك الكبير مع الأنغام والموسيقى مع أغنية حياكم. حدثنا عن الأجواء التي عشتها خلال هذه. والله بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر استضافة يعني مع الحبيب الغالي عائل، الله يحفظك، إن احنا قدمنا مع هذا، وكان التفاعل حلو جدا، وكان مع الأنغام حق الأغنية ومع إن احنا نجحنا في التنسيق بإذن الله، وكان عمل جيد جدا والله. طيب استخدام، أنت تعتمد أكثر على استخدام الطبلة في العزف، هذا الذي تعتمد عليه؟ تستخدم الطبلة أكثر والتفاعل أكثر والحماس أكثر، لو ما يدي للمشاهد. يعني هذا الإيقاع يعطي حماس أكثر برأيك، صح؟ أيوة. هذا إيقاع حربي على ما أعتقد، صح؟ تعتبر الآلة هذه آلة حرب عندنا في اليمن، ونستخدمها في الحفلات وفي الأعراس وفي المناسبات، وشيء أساسي. في 3 موجودين، أي واحدة فيهم طبل الحرب؟ هذه تسمى، هذا تسمى طاسة، اللي في النص تسمى طاسة. أيوة. وهؤلاء 2 طبول مرافع عندنا. الجلد حقها بلاستيك، تعزف عليها صوتها يعني عالي، أيوة قوي. تستخدم للحفلات، أعراس، مناسبات، الأعياد. كان زمان هي آلة حرب. جميل. طيب عندما نتحدث عن الأغنية والرياضة ودور الأغنية في الرياضة، ما هو الأثر الذي تتركه الأغنية في عالم الرياضة، وإلى أي مدى تساعد على نبذ التعصب والعنف إلى حد كبير أحيانا؟ والله دائما الرياضة تجمع الشعوب يعني وتنبذ التعصب. أنا حتى الكلام اللي مكتوب في جزء كبير من نبذ التعصب، يعني تقول everyone and everywhere، حتى الأول والأخير، كلنا صغير وكبير هيا انكورج سكر، يعني كلنا خلينا نشجع كرة القدم وننبذ التعصب اللي صاير في المجتمع الرياضي. وطبعا قطر دولة سلام، دولة محبة، فلهذا شارك في الكليب مجموعة كبيرة من الأطفال والكبار، الجاليات، المواطنين، الفرق الشعبية، فرقة يمنية، فرقة قطرية، فرقة أثيوبية. يعني حبينا نقول للناس أن دولة قطر فيها جميع الطوائف وجميع الشرائح اللي ترحب فيكم.
طبعا عائل، دائما المونديال يكون فرصة لإبراز بعض الأغاني التي تبقى ناجحة وترافق حتى مثلا يعني مونديالات نعم. يعني بعدها تأتي. نعم. إلى أي مدى ركزت على هذا الموضوع أن تكون هذه الأغنية صالحة لأي مكان وزمان، يمكن أن نغنيها في أي تظاهرة حتى كروية؟ يعني لأن ما حطينا شيء يعني يخص حدث معين. يمكن في البداية تكلمنا عن فيفا قطر 22، يعني هذه لأن راح تبقى في الذاكرة، يعني مناسبة تاريخية ما راح تتكرر، فحبينا نحط بصمة التاريخ هذا. ولكن كلمات الأغنية مش محددة لأي وقت وزمان، تقدر الواحد يستخدمها في أي وقت. طيب، كنت تتحدث أيضا عن موضوع أنه وجود الكثير من الترحيب بزوار قطر خلال المونديال. إلى أي مدى في هذه البطولة، يعني وأنت تتعامل مع الناس بحكم عملك كفنان، هذه البطولة إلى أي مدى ستساعد أكثر على التعريف بالثقافة العربية، سواء من خلال الأغاني أو حتى من خلال الكثير من الفعاليات الحاضرة هنا؟ احنا شوف، يعني دائما الضيوف لما يجون بلد تتغير الفكرة النمطية اللي مزروعة عندهم عن البلد هذه، فأتوقع أن هذه فرصة جميلة أن نغير الصورة النمطية اللي ماخذينها عن العرب والمسلمين وعن الدول العربية بشكل عام. بتتغير الفكرة لما يجون قطر ويشوفون الترحيب ويشوفون كرم الضيافة ويشوفون الحضارة اللي موجودة في قطر، فإن شاء الله أكيد راح تتغير النظرة يعني النمطية. طيب ملطف، السؤال لك بخصوص الشباب والتراث اليمني الغنائي، إلى أي مدى اليوم هناك هذا الشغف لدى اليمنيين في تصدير فنهم إلى العالم، وربما مونديال قطر كان فرصة أو بوابة لهذا؟ أولا تراثنا هو لحد الآن حي، واليمن غنية بالتراث وتضاريسها ثقافتها والتضاريس الجغرافي يتعدد ألوانه من التراث. في عندنا ألوان خيرات الجبلية والصحراوية والسواحل، وألوان كثيرة من التراث، وأكثر بلد هي اليمن المشبعة بالتراث. جو حضرمي، جو بيضاني، جو صنعاني، حديدي، تهامي. والتراث ما زلنا ان احنا نخليه يكون صاعد. وعندنا حتى الطفل يعني اول يعني مشبعين بالتراث. التراث كلمة جوهرية، بس مهضومين بالاعلام شوية. بس ان شاء الله نحن نقدم الاكثر والاكثر ان شاء الله. التراث كلمة جوهرية، يعني عايل، الى اي مدى تهتم باحياء التراث العربي اليمني، وانت غنيت اصلا باكثر من لهجة عربية؟ أنا فعلا غنيت بأكثر من لهجة عربية، لأن أنا أعتبر نفسي بما أني مواطن من دول الوطن العربي، فأعتبر أن الوطن العربي كله بيتي. لما أتغنى بكل لهجة يعني كأني أنا غنيت لهجتي الأم. فتغنيت باللهجة السودانية، تغنيت باللهجة اليمنية، تغنيت باللهجة العراقية، تغنيت باللهجة المصرية ولهجات كثيرة، واعتبرها ان كلها لهجاتي، بالاضافه طبعا للهجه الاساسيه اللهجه الخليجيه. جميل. اكيد. شكرا جزيلا لك المطرب الفنان اليمني عايل، والعازف الطبول اليمني ملطف الحميدي. شكرا على حضوركم معنا في هذا الصباح. الله يحفظك. شكرا. مشاهدينا ايضا نشكركم على حسن المتابعه. هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم. غدا لقاء جديد، فكونوا في الموعد. الى اللقاء.